بسم الله الرحمن الرحيم. ده الدرس الثاني من كورس مودرن ابلكيشن سيكيورتي بيتكلم على الاوتوميشن. ده الدرس الثاني الجزء الاول طبعا. برضه انا عايز اوضح حاجه ان كل درس ممكن ازود فيه اجزاء. يعني كل درس يعتبر هو كورس مخصص أو كورس كامل لوحده. مثلا جزء الاركتكتشر انا ممكن ازود فيه فيديوهات حتى بعد ما الكورس كله يخلص. بعد ما كورس الابلكيشن سيكيورتي كله يخلص ممكن ازود دروس في الاركتكتشر لوحدها او في الاوتوميشن لوحدها. فهو يعني احنا مكملين يعني حبة حلوين. تمام. الفيديو ده او الدرس ده ده الجزء الاول. احنا هنتكلم على الاوتوميشن تحديدا البوت ديتكشن او البوتس بشكل عام. ايه هو البوت؟ البوت ده هو سوفت وير ده بيدخل على يو ار الز معينه او ويب سايتس معينه او نفس الويب سايت لكذا بيج. آم، لأي هدف بقى. يعني مش شرط يكون في هدف معين أو مش شرط إن هو يكون بيعمل حاجة معينة. في حاجات مثلا كنت أعمل كتاب اسمه بلاك هات ماركتنج وهبتدي إن أنا أشرح فيه النهاردة. بنستغل الأوتوميشن وبنستغل البوتس بإن هي تجمع معلومات. هو عبارة عن كتاب أوسنت وفي نفس الوقت بلاك هات ماركتنج وأوتوميشن. آه، ده بيستغل البوتس ان هو يدخل على ويب سايتس كتير او بيدخل على بيجز كتير بحيث ان هو يجمع معلومات، والمعلومات دي تخدمه في ان هو يجمع ليدز او يجمع ارقام تليفونات مثلا، يعمل سبام او ايا كان بقى اللي هيعمله. تمام. البوتس دي في منها الاسكال. في البوتس اللي هي الاسكال وفي البوتس الان اسكال او الحاجات اللي هي يعني اللي هو معمولة علشان غرض معين. مش المفروض ان هو يحصل يعني ان انا اجمع مثلا البروفايلز بتوع ويب سايت كامل. دي حاجة ان اسكال طبعا. وانا عارف ان الويب سايت ده بيعمل بوت ديتكشن وبحاول ابايباس البوت ديتكشن ده علشان ادي الغرض اللي انا عايز اعمله. فده طبعا ان اسكال يعني. وفي مثلا بوتس مثلا زي الاي اي ايجنتس دي. آه، طبعا عايز اقول في نقطة بس حابب اتكلم فيها ان طبعا لو انت ما طورتش نفسك في حتة الديفلوبمنت وفي التطورات اللي بتحصل حرفيا الاي اي ايجنتس دلوقتي ممكن تعمل بنتريشن تيستنج لويب ابلكيشنز احسن من ناس كتير عادي جدا. شفنا مثلا اكسبو او غيره يعني. بتديله الويب سايت وهو يطلع لك ثغرات. تمام. ف الضروري انك تكون فاهم اوتوميشن وتكون فاهم وتكون فاهم ديفلوبمنت كويس. خصوصا كمان ان انت مثلا مش هتلاقي حاجه اسمها سيكوال انجكشن كده ان انت تلاقي بارامتر كده فاضي وتحط سنجل كود تلاقي سيكوال انجكشن. ماشي. يعني انا اصلا في اول الكورس خالص وفي اول الفيديوهات احنا بنتكلم على فريم ورك. احنا بنتكلم على فريم ورك وبنتكلم على ابلكيشن. يعني السامبل بتاع اي ابلكيشن في الدنيا دلوقتي. اغلب الثغرات يعني مثلا جزء الحته بتاعت الموديل. لاحظنا في الموديل ان مفيش حاجه اسمها سيكوال انجكشن. الموديل ده بيعمل يعني بيحمي الابلكيشن من حاجات زي كده لوحده. في حاجه اسمها احنا شفنا في الميدل وير، شفنا في حاجه اسمها سي ار اف بروتكشن هي باي ديزاين موجوده في لارفا. تمام. فالثغرات اللي هي مش هتلاقي حاجه اسمها ثغرات واضحه. كل الثغرات هتبقى محتاجة تفكير علشان تعرف توصل لها. محتاجة تكون فاهم ديفلوبمنت كويس توصل لها. هي حاجات كريتيكال أو ثغرات لوجيكال. يعني احنا قلنا فلسفة الفريم ورك نفسه هو مش سكيور باي ديزاين أو هو سكيور باي ديزاين بس في نفس الوقت هو مش بيفرض عليك حاجة. فأغلب الثغرات اللي أنت هتطلعها في حتة الرولز او البريفليج. هو الابلكيشن ده او الفريم ورك مش فاهم يعني ايه، مش فاهم الرولز. انت اللي بتكتب الميدل وير بنفسك وانت اللي بتكتب الرولز دي هتبقى شكلها عامل ازاي. فاغلب الثغرات هتبقى في الجزئيه دي. تمام. نرجع تاني لحته البوتس وبنتكلم عليها
قلنا ان في حاجات ethical وفي حاجات unethical. من الحاجات الethical في البوتس مثلا اللي هي اللي في السيرش انجن، مثلا البوت بتاع جوجل. طب الويب سايت بتعرف منين ان يعني الويب سايت ده هل هو بيسمح للكلام ده؟ اه طبعا بيسمح. في حاجه اسمها سيرش انجن اوبتمايزيشن. المجال ده بيشرح ازاي تخلي الويب سايت بتاعك اصلا يبقى قابل للقراءة من البوتس بتاعة جوجل دي او من السيرش انجن عموما، وبحيث ان هو يظهر على على الانترنت بشكل اسرع، وان هو يبقى في اول في محركات البحث في الاول، وهكذا يعني. تمام. ففي بوتس بتبقى ايثيكال، وفي بوتس تانية ممكن يبقى الغرض منها تجميع معلومات بشكل واسع النطاق، او ان انت مثلا بتعمل حملة تسويق مثلا بلاك كات او غيره يعني. واحنا هنتكلم الكلام ده على في الكتاب بتاع البلاك كات ماركتينج. تمام. هندخل في القصة دي دلوقتي. طب ازاي كسوفت وير كده، هو مثلا انا عايز ادخل دلوقتي على ويب سايت معين، مثلا سلاش بروفايل اي دي واحد، يعني انا عايز اخش على الويب سايت ده اسكراب. يعني برضو مصطلح السكرابنج ان انا بستخلص معلومة من السورس كود او من الكود بتاع او من الويب سايت نفسه. مثلا جوه ال H1 او جوه التاجز بتاعت H1. H1 ده التاج ده فيه مثلا اسم اليوزر نيم بتاع البروفايل. فانا بعمل سكريبت بيسكراب ال H1، التكست اللي جوه ال H1 اللي هي فيها اليوزر نيم او النيم او الايميل او ايا كان، وببتدي ان انا مثلا من اول واحد لحد مليون انا سكراب كل المليون يوزر اللي موجودين في الويب سايت ده، اسكراب كل البروفايلز اخد منها اليوزر نيم، فده اسمه سكرابنج. فالبوت سوفت وير ممكن يعمل الحركه دي. يعني انا اديله ويب سايت معين واقول له من اول واحد لحد مليون خش سكراب، خش هات لي كل خش على كل اليو ار الز دي وهات لي اليوزر نيمز دي كلها، او هات لي الايميلز دي كلها. تمام. طب ازاي انا اعمل بوت ديتكشن؟ في طرق. يعني مثلا احنا قدامنا دلوقتي موقع اسمه براوزر سكان. في مثلا في مثلا ايه ده كل الطرق، وهو هنا بيقول لي ان ده براوزر حقيقي. تمام. هو بيتاكد من شويه حاجات، مثلا بيشغل مثلا كود جافا سكريبت، بيشوف هل الكود ده اشتغل ولا لا. تمام. لو ما اشتغلش يبقى ده مش براوزر، يبقى ده سكريبت عادي. بيشوف اليوزر ايجنت، مثلا يوزر ايجنت لو انا بكتب كيرل مثلا. طبعا اليوزر ايجنت هي طريقه مش سليمه، بس في الطبيعي مثلا لو انا بكتب كيرل ففي يوزر ايجنت الخاص بكيرل هيظهر، فهيلاقي ان ده تبع كيرل فيديله بلوك على طول. او يشوف اليوزر ايجنت لو ما فيهاش كروم، لو ما فيهاش براوزر، يديله بلوك على طول ان ده بوت. تمام. فانت مثلا لو هتعمل دلوقتي سكريبت بوت ديتكشن باي باس وعايز تجرب السكريبت بتاعك، ممكن تجربه على براوزر سكان. هنا هو حتى مدي لك ويب سايت اسمه ادس باور. ما اعرفش الويب سايت ده بتاع ايه وتبع مين والكلام ده، بس الويب سايت ده بيقول لك ان ده انتي ديتكت براوزر. يعني هو من ضمن الحاجات اللي هو بيوفرها لك ان هو بيدي لك بروكسيز. يعني ايه بروكسيز؟ يعني لو انت مثلا هتسكراب ويب سايت واحد، فالويب سايت ده انت ممكن تبعت مليون ريكوست عادي جدا في دقيقة. ماشي. فطبعا لما يلاقي ان نفس الاي بي بيبعت مليون ريكوست في دقيقة، ايه اللي هيحصل؟ ساعتها هو يعني ساعتها هو هيدي لك بلوك. تمام. فهو هنا بيديك براوزر يونيك، براوزر فينجر برينت لكل بروكسي مثلا او لكل اي بي. كان في مليون براوزر، المليون براوزر دول بيسكرابوا نفس الويب سايت. انت بتستعمل الاي بي اي بتاع اكس باور ده، وهو بقى ايه؟ يعدي لك البوت ديتكشن، يعدي لك البوت ديتكشن على طول. تمام. يدي لك اي بيهات ان انت تدخل منها
وهتكلم برضه يعني حتة اللايبراري دي برضه هتكلم بيجيبوها منين وكده بعدين. يحاول ان هو يعدي لك الكابتشا بالاي اي مثلا. آه، بيستعمل بقى طرق كتير ان هو يعدي البوت ديتكشن ده. حلو. طيب خلينا دلوقتي على الكتاب بتاع بلاك هات ماركتنج. الكتاب ده عبارة عن ايه؟ الكتاب ده بيتكلم على التكنيكس اللي ممكن حد يستعمل فيها الاوتوميشن علشان يعمل حاجة اسمها جروس هاكينج. تمام. طبعا هي ان اسكال، كل الحاجات دي ان اسكال. ايه التكنيكس اللي ممكن يعملها علشان يعمل جروس هاكينج؟ جروس هاكينج بحد ذاته مش ان اسكال او يعني مش. الجروس هاكينج معناها ان انا بعمل ماركتنج بطريقه سريعه. ان انا بزود، انا عندي مثلا صفحه، عندي موقع او عندي صفحه او عندي مش عارف إيه، انا عايز ازود الفولورز او عايز ازود اليوزرز بطريقه كويسه وبطريقه اسكال. فالطبيعي مثلا ان انا بستعمل طرق جروس هاكينج محترمه، زي ان انا مثلا آه، عايز اوظف حد سبورت. فلما يبقى في سبورت عندي على الويب سايت او في الانترنت سيرفيس بتاعتي، الطبيعي ان انا عدد اليوزرز هتزيد، هتزود الثقة عندي. الطرق التانية مثلا ان انا اعمل سيرش انجن اوبتمايزيشن محترم يعني. آه، مثلا في طرق كتير قوي ان انا ازود ان انا اعلي الرانك بتاعي على جوجل مثلا. يعني لما ويب سايتس خارجية تتكلم على الويب سايت بتاعي، فده بيزود الرانك عندي. لما اجيب ناس كونتنت رايترز واعمل بلوج للمدونه بتاعتي او للموقع بتاعي، انا مثلا موقع بتكلم على التكنولوجيا، فانا اجيب حد كونتنت رايتر يقعد يكتب مقالات. المقالات دي فيها كي ووردز معينه، فالكي ووردز دي تظهر على جوجل، فبالتالي الموقع بتاعي يتشير اكتر. فدي كلها طرق اسكال يعني. فالكتاب ده بيتكلم على الطرق اللي ممكن تبقى بلاك هات في الماركتينج. قلنا ان ده كتاب اوسنت، وكتاب اوتوميشن في نفس الوقت يعني. فهو اول حاجه هنا بيتكلم على understanding black hat marketing. تمام. تاني شابتر بيقول search engine optimization manipulation and content strategy. يعني هو هنا مثلا بيقول لك ان مثلا في حاجه اسمها هنا keyword research and stuffing، في hidden content and article spinning. ماشي. يعني ايه كي وورد ستافنج؟ كي وورد ستافنج ده يعني طبعا الحاجات دي اكيد احنا شفناها زمان. يعني ان انا اعمل صفحه واقعد اكتب مثلا انا مثلا عامل مقال عن كره القدم، فاقعد اكتب كرة قدم كتير. اقعد اكتب كرة القدم بشكل يعني اكدس كي ووردز بشكل كبير، بحيث ان جوجل تلاقي كي ووردز كتير كده، فتعرف ان المقال ده مليان كرة قدم. فاي حد يكتب كرة قدم على النت يظهر الموقع بتاع اول واحد مثلا يعني. فده طريقة في في الاس اي او. دبليكيت كونتنت ديتكشن، يعني ان انا اقعد اسكراب كونتنت من بلوجز، من مدونات تانية، حتى لو المدونات دي مش مشهورة، واخد انقلها عندي. طبعا برضو ده حاجة بلاك هات ما ينفعش ان انا اعملها، وجوجل بتكشفها وبتعمل بلوك للويب سايت عامة يعني. هيدن كونتنت. هيدن كونتنت ده يعني انا مثلا ببيع حاجة مش لطيفة. انا ببيع حاجة مش لطيفة دلوقتي، فممكن اعمل هيدن كونتنت بيتكلم على كرة القدم بس. هيدن كونتنت مثلا ان انا مثلا اقلل يعني ازود الشفافية، ان الموقع، ان الصفحة تبقى شفافة مثلا، او ان انا اكتب باللون الابيض او الكلام ده كله. يبقى انا كده بعمل هيدن كونتنت، ان انا مثلا اكتب باللون الابيض، يعني صفحة بيضة وانا بكتب عليها باللون الابيض بتكلم عن الكورة. الكلام بالابيض بيتكلم عن الكورة، والكلام اللي بالاسود بيتكلم على ان انا ببيع حاجه مثلا مش كويسه، او ان انا بعرض محتوى مش كويس او غيره. فساعتها جوجل هيقرا الاثنين. هو في الاول في الاخر بوت يعني. فهيقرا ال الكونتنت اللي باللون الابيض ده، اللي بالصفحه باللون الابيض، ويبتدي ان هو يعرف ان ده بتاع كرة قدم، ويقوم جاي ايه،
يظهر للناس اللي بتبحث على كرة القدم، فاجي ادوس على الصفحة الاقي كونتنت مش الطف حاجة، او الاقي حاجة بتتباع مش احسن حاجة، وهكذا. فده الهيدن كونتنت. ده تكنيك طبعا بلاك هات. ماشي. في الشابتر الثالث بيتكلم على الاي بي اي اكسبلويتيشن. تعالى كده نشوف بيقول ايه بالظبط. ده SEO manipulation and content strategy. هنا بشرح يعني الكتاب ده كان موجه للناس بتاعت الماركتينج، فكأني بشرح أساسيات. one page on page SEO off page SEO. هنا مثلا الاون بيج اس اي او ان انا بكتب محتوى كويس مثلا. الاوف بيج اس اي او ان انا بسوق، بشوف انفلونسرز او بشوف سوشيال ميديا بلاتفورمز، او بشوف، بحاول ان انا ادور على طرق ان انا ازود فيها الباك لينكس علشان اخلي الموقع بتاعي اكتر شهرة. باك لينكس دي يعني الموقع اللي جاي منه الموقع بتاعي، يعني مثلا في موقع اكس دوت كوم كاتب لينك الويب سايت بتاعي، فده اسمه باك لينك. اكس دوت كوم ده الباك لينك. حلو. فكل ما الباك لينكس دي زادت، كل ما آه ظهرت اكتر في الاس اي او، في السيرش انجن. و وكل برضو ما الكونتنت اعلى جوده، في جوده كويسه وبيست براكتس، آه بالتالي برضو هظهر على جوجل بشكل اسرع يعني. تعالى ندخل على الشابتر الثالث في الكتاب. هنا برضو بيتكلم على ايه، مش عارف الشابتر التالت ده بدايته فين، بس هو هنا بيتكلم على البوتس بتاعت جوجل. فبيقول لك ان في فايل اسمه روبوتس للتكست. الفايل ده بيحدد اليوزر ايجنت المسموح له، اللي مش مسموح له. طبعا يعني مش ده المقياس، اللي هو مش ده اللي بيرفض او يقبل. وفي مثلا يو ار ال اسمه سايت ماب دوت اكس ام ال. سايت ماب دوت اكس ام ال هو انا صاحب الويب سايت، انا بطلع السايت ماب دوت اكس ام ال ده، وبقول للسيرش انجن ان دي اهم اليو ار الز اللي عندي. فليه؟ علشان يبتدي ان هو يارشف اليو ار الز دي، ويعرف ان اليو ار الز دي مهمه، وتظهر على جوجل بشكل اسرع. في الصفحات دي انا اللي بعملها علشان اظهر على جوجل. تمام. هنا اس اي او اوبتيمر. ده بيقيس إيه المشاكل بتاعت الاس اي او يعني، بس ده مش موضوعنا أوي. هو ده الشابتر التالت بيتكلم على الاي بي ايز. هنا برضو كنت بشرح الكراد، انا اوريدي شرحتها. تمام. ايه تاني؟ بيتكلم هنا على الاثنتيكيشن والاثورايزيشن. هنا كان بيتكلم على السكرابنج بتاعت تويتر. آه، السكرابنج بتاعت تويتر كان يعني، هنفترض دلوقتي مثلا ان احنا انا مثلا دلوقتي عايز ابيع الكتاب بتاع بلاك هات ماركتنج ده مثلا. فهشوف اشهر بيج بتتكلم على الماركتنج، او اشهر صفحه بتتكلم على الماركتنج. ففلان مثلا ده راجل مشهور قوي، بيتكلم على بيتكلم على الماركتنج كويس. فهبتدي ان انا اشوف البروفايل بتاعه. بعد ما اشوف البروفايل بتاعه اشوف الفولورز بتوع الشخص ده.
بعد ما اشوف الفولورز بتوع الشخص ده هبتدي ان انا اخش على كل بروفايل واشوف الويب سايت بتاع كل بروفايل، ومن الويب سايت اجيب الايميل او اجيب الرقم، وبعدها ابعت كامبين لكل الايميلز دي، ان هو ان انا مثلا خد اشتري الكتاب بتاعي. فاول حاجه، هل ان انا اجمع ليدز ده حاجه غلط؟ انا برضو مش خبير قوي في القصه دي، بس اللي افهمه او اللي انا يعني متاكد منه ان انا ابعت ايميلات بشكل، يعني انا مثلا معايا ليد 2000 ايميل بيتكلم هو مثلا مهتم بالماركتنج بس بشكل عام. طب انت مين قال لك ان هو مهتم بالبلاك هات ماركتنج؟ مين متاكد، مين قال لك ان هو متاكد ان هو مهتم بالبلاك هات ماركتنج تحديدا؟ فلازم اول حاجه الكامبين دي تبقى مخصصه قوي لجزئيه معينه. انت عارف ان هو انا مثلا في البلاك هات ماركتنج بتكلم على مثلا حاجه الكي وورد ستافنج. فممكن يبقى مسموح لي ان انا ابعت لحد دعوة انه يقرا الكتاب بتاعي لما يتكلم على الكي وورد ستافنج مثلا. فدي حاجة مخصصة قوي، ان هو انا متأكد مليون في المية ان هو مهتم بالشيء ده. فساعتها لازم اكلمه بطريقة تواصل بابليك، وابعت له اقول له رسالة كده واضحة ان انت اتكلمت على الجزئية دي، والجزئية دي انا شرحتها عندي في الكتاب، فتفضل خد الكتاب بتاعي. فده الطريقة المفروض الاسكال. لكن ان انا اجيب ناس عشوائية مليون ايميل ولا 10000 ايميل واقوم جاي باعت لهم ايميلات او كامبين مره واحده، فدي طريقه طبعا طريقه ان اسكال. حلو. بنتكلم على السكرابنج بتاع تويتر. مثلا في دلوقتي بروفايلز، ان انا اخد بروفايل من دول بروفايلز دي، اخد شوف الفولورز بتاعتها وبعدها سكراب الفولورز واخد الايميلات وابعت كامبين. القصه في الشابتر ده وانا كنت بتكلم على سكريبت معين. يعني زمان مثلا الاوسنت عموما ان انا اخد معلومات او اخد داتا. الداتا دي ابتدي ان انا احللها في التحليلات دي، مثلا لما توصل لشيء لحاجه مهمه او لما توصل لحاجه ممكن تعرفني معلومه، فده اسمه اوسنت يعني باختصار يعني. مثلا زي التويتس بتاعت تويتر. التويتس دي زمان مثلا كان ممكن ان انا اقرا التويتس لو انا مش authenticated. فابتدي ان انا اقرا التويتس عادي. طبعا دي حاجه ما كانتش كويسه. فدلوقتي علشان اقرا التويتس محتاج ابقى انا اوثنتيكيتد. فحتى لو انا عديت البوت، لو انا عملت بوت ديتكشن، انا برضو في الليفل بتاع الاوثرايزيشن انا هيتعمل لي بلوك على الاكونت. ماشي. بس تويتر كانت بتقدم اي بي ايز، ممكن تشتري اشتراك مثلا معين في اي بي ايز، او ان انت لو جهة حكومية او ايا كان ممكن تكلم تويتر عامة وتاخد منهم اي بي اي، او تاخد منهم طريقة معينة. الطريقة دي تقدر ان انت تسكراب التويتس، او ان انت توصل للتويتس دي وتحللها علشان مثلا تشوف الرأي العام بيتكلم على ايه. يعني معاك مثلا سوليوشن ده بيشوف كل التويتس في القاهرة او في مكان، وبتسيرش على كي ووردز معينه. لو الكي ووردز دي اتكررت، شوف اتكررت فين، آه، وغيره. فمنها تحدد الرأي العام او التوجه مثلا في الجزئيه دي، التوجه في الحته الفلانيه. فاللي كان بيحصل هنا في تويتر ان كان في سوفت وير او ابلكيشن على النت. الابلكيشن ده مش ابيفاي، يعني هو انا هنا بحدد ان ابيفاي هنا في ببلاش، بس العدد محدود يعني وقت محدود. لكن كان في بلجن معينه. البلجن دي مش عارف بتستعمل اي بي اي تبع تويتر او بتستعمل كي معين، فالكي ده مسرب داخل البلجن. كانت اكستنشن على كروم. فانا كنت بقول ان ممكن الاكستنشنز دي او البرامج اللي بتستعمل الاي بي ايز دي بشكل كوميرشال ممكن تكون نفسها
الاي بي اي كيز بتاعتها مسربه، فممكن تستعمل الاي بي اي كيز دي بحيث ان انت تسكراب تويتر كله ببلاش عادي. فدي كانت طريقه، واتعمل لها سكريبت طبعا. آه، هنا الشابتر 4 بيتكلم على داتا سكرابنج. هنا بشرح بيوتيفول سوب. بيوتيفول سوب دي مكتبة في بايثون. برضه لازم تكون فاهم من في حاجة اسمها بيوتيفول سوب والكلام ده كله. بيوتيفول سوب لوحدها أي بوت ديتكتور يقدر يشوف، أي بوت ديتكتور يقدر إن هو يشوف إيه، يقدر إن هو يحمي الويب سايت من المكتبة لوحدها كده يعني. ف بيوتيفول سوب هو بس بيدخل على الويب سايت. مثلا في حاجة اسمها هنا إيه، بيشوف ال HTML content، يدور على H1 وياخد التكست بتاعتها، وبعدها يبرنت تايتل قصادها اللي هو التكست اللي جوه ال H1. سكريبت بسيط جدا يعني، ما فيهوش اي حاجه. فحاجه زي كده طبعا هو مش هيعدي كل التشيكس دي كلها، فبالتالي البوت ديتكتور هيمنعه. تمام. فلو انت قدرت تشوف حل ان انت تعدي كل التشيكس دي، آه، يعني ممكن في حاجة تانية مثلا زي سيلينيوم غير مع بيوتيفول سوب. سيلينيوم او بلاي رايت. في حاجة اسمها بلاي رايت. ده السيلينيوم ده هو هيدلس براوزنج، يعني بيحاكي البراوزر. طب ايه الفرق مثلا ما بينه وما بين كيرل؟ في فروق كتير طبعا، غير ان هو بيحاكي البراوزر فاكيد البيوتيفول سوب البوت ديتكشن هيمنعه. بس كمان في حاجه اسمها سي اس ار او كلاينت سايد ريندرنج. يعني لو انا دلوقتي دخلت من كيرل، هيظهر قدامي مثلا صفحه معموله بنكست جي اس، فمش هيظهر قدامي السورس كود. تمام. لكن كبراوزر هو يقدر يقرا الكونتنت عادي. كيرل مش هتقدر تقرا الكونتنت بتاع السي اس ار ويب سايتس. حلو. اللي هو كلاينت سايد ريندرنج، اللي هو ما بيظهرش في السورس كود اي تفاصيل عن الصفحه. مثلا التايتل مش هيظهر في تفاصيل عن الصفحه، او في التاجز مش هتظهر اي تفاصيل. تمام. هنا بتكلم في نقطة معينة، إن مثلا أنت عندك صفحة بروفايل، فبلاش بروفايل اي دي واحد اتنين تلاتة أربعة، بلاش كده. ممكن تستعمل مثلا يوزر ايجنت قصادها سلاج، بحيث إن يبقى تخمين الاي دي ده أصعب شوية، فيبقى صعب على السكرابنج. شابتر 5. شابتر 5 أنا كنت بتكلم إن حتى مثلا لو حد عمل سكرابنج ولا حاجة، حاول إن أنت ما تعرضش السوشيال ميديا بروفايلز في البابليك بروفايلز. ليه؟ لان ممكن السوشيال، ممكن انت مثلا ما يحصلش، ما يبقاش في تسريب عندك او حاجه، بس السوشيال ميديا بروفايلز دي يبقى فيها تسريب. على سبيل المثال في ويب سايت اسمه جي ار افاتار تقريبا. الويب سايت ده هو من الصوره بس تسرب الايميل. ففي مثلا هي مش ثغره ولا حاجه، اي دور مثلا ان هو يجيب لك صوره صوره البروفايل بتاعت بتاعت شخص ما يعني، صورة البروفايل على جي ار افاتار. فممكن من الصورة دي لو لان كان في تسريب في الموقع ده قبل كده، فلو ممكن الاي دور من الصورة يؤدي الى ايه؟ يؤدي ان حصل تسريب للايميلات بتاعت الموقع كله. فانا بستغل السكرابنج مع ال ال اسمها ايه، الداتابيز المسربة دي، بحيث ان انا اوصل لمعلومات الويب سايت. كان ايه اخر جزء؟ اخر جزء خالص. هنا شابتر 5. شابتر 5 اتكلمنا على الليك داتابيزز. قلنا مثال السوشيال ميديا بروفايل، السوشيال ميديا ابس، او وفي برضه الويب اركايفنج.
ويب اركايفنج برضو بيبقى ميس كونفجريشن برضو من الموقع، ان هو بيسمح ان محتوى الصفحه ده يتم ارشفته، فممكن يظهر على النت. نفس فكره الجوجل، البوتس بتاعت جوجل دي، انت برضو انت بتسمح بمزاجك ان البوت ده مثلا هو اللي يدخل على صفحات معينه، فممكن الصفحات دي تبقى سنسيتيف شويه. فالمفروض ان انت برضو تحط رولز ان جوجل ما ينفعش يدخل على الصفحات دي عادي، وجوجل بتحترم الحاجات اللي انت، القواعد اللي انت بتبقى حاططها. الشابتر الاخير بيتكلم على الباك لينكس والان ايثيكال باك لينك براكتسز. هنا بكل بساطه احنا بنقول ان الباك لينك هو سبب ان انت تعرض المحتوى بتاعك يبقى ظاهر على جوجل يعني. فبس انا هنا بقول ان الباك لينكس دي ممكن تتباع، ممكن مثلا في خدمات معينه بلاك هات بتبتدي ان هي تبيع لك الباك لينكس دي. 1000 باك لينك مثلا ب5 دولار، فانت كده بتزود ان الموقع بتاعك يظهر في البحث بشكل اسرع وغيره يعني. بس فده الفيديو الاول، ده الدرس الاول من ده الجزء الاول من الدرس الثاني الخاص بالاوتوميشن. آه، بس ممكن ازود بقى دروس تاني في الاوتوميشن، هزود دروس تاني يبقى في اجزاء تانية في الاوتوميشن، بس ده الدرس الاول. وهزود اجزاء تانية او هزود دروس تانية في الاركتكتشر حتى بعد ما الكورس يخلص عادي يعني. كل درس ممكن ازود له اجزاء عادي. بس واشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.